هوم ألون. الولد عايز يتزحلق على الجليد، والولد بيطلع على السلم علشان يستغل الاندفاع ده في ان هو يعرف يتزحلق. لكن لما بنيجي نبص على السلم بنلاقيه ان هو مش على امتداد الباب بتاع البيت، وان هو قدامه حيطه، فمستحيل الاندفاع ده هو اللي طلعه من الباب بالطريقه دي. هوم ألون. واللي بعت لنا الخطأ ده سعيد بخيت. جو باشي بيمسك الأكرة بتاعة الباب وإيده بتتحرق، بس علامة حرف الإم اللي على إيده مفروض تبقى بالعرض مش بالطول، لأن هو مسك الأكرة بالجنب. هوم ألون. الولد وهو بيجري الكرسي بيرجع عليه وبيزنقه، لكن لما الكاميرا بتتغير بيبان ان الكرسي مروش حاجه والولد مش موجود، وكمان الكرسي مش قريب من السور. ماكالي كان بيهرب منهم عن طريق ان هو ربط حبل يوديه للبيت اللي فوق الشجره. لكن في حاجه غريبه في المشهد. مين دي؟ خدوا بالكم من لون البنطلون بتاع الولد، لونه بني مش كده؟ لكن مسافة ما بيعدي البنطلون بتاعه بيبقى أزرق في لحظة واحدة. الولد الصغير بيسمع اللاين بتاع الممثل اللي قدامه. هوم ألون. الولد بيحط لنفسه عشاء كريسماس وبيبتدي يتعشى، بس لما جت الساعة 9 قام وسيب الأكل. لكن لما بنرجع تاني للسفرة في مشهد تاني قدام بنلاقي إن مش بس الأكل اتغير، لكن كمان بنلاقي إن الطبق نفسه متغير وبقى بداله صينية متقسمة. هوم ألون. الولد طلب بيتزا، بس المشكلة إن هو عارف يطلبها إزاي، والخطوط بتاعة التليفون مقطوعة بسبب العاصفة. هوم ألون. الولد عايز يتزحلق على الجليد وبيطلع فوق السلم عشان تديله دفعة، لكن وهو نازل على السلم بيبان حاجة غريبة. مين ده؟ هوم ألون. الباب في اللقطة دي بيبان إن هو متوارب، وفي اللقطة دي بيبان إن هو مفتوح. حد خد باله من الخطأ اللي هنا؟ تعالوا نشوف تاني. الولد ايديه بتبقى متشمرة، لكن لما بيجي يفتح الدرج بنلاقي ان كمامه مفرودة، ولما بنرجع تاني للكاميرا التانية بنلاقيها انها برضو متشمرة. ولو دي اول مرة ليك هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.